ميدو جابر، مصطفى فتحي، صراع ما بين الثلاثي، اللجنه الفنيه ورايك الشخصي في ايه الاخبار ما بين الثلاثه؟ طيب انا عايز اتكلم بس عشان كنت سامعكم من الاول خالص وقبل عبد الستار صبري وكده. اتفضل. ورغم كده احنا اخترنا حسين الشحات اللي هو ما بيلعبش منتخب. هنا السؤال، كيف يكون حسين الشحات احسن لاعب في الجناح وابراهيم عادل هو اللي موجود في معسكر المنتخب دلوقتي؟ انا عايز افهم، يعني انتوا بتختاروا احسن لاعب في الدوري محليا يعني؟ اكثر لعيب تاثيرا في الدوري، ده استفتاء النهارده. افهم الجناح في مصر محلي لابد ان يكون لاعبا في المنتخب. ده لو بنتكلم عن قيمه اللعيب يا فندم، لكن لعيب على مدار موسم اجاد وتالق فيستحق ان هو يكون موجود. ابراهيم عادل انت بتقول ده نمره 3 وما لعبش كتير وبتاع. ابسطها لك في الدوري اغلى لاعب مش في الدوري يا كابتن. نظري يعني انت بتقول لي زيزو، مصطفى فتحي، ميدو جابر، مفيش مقارنه. خلاص زيزو ما عملش حاجه، ما تختاروش لو مش مؤثر في الدوري، ما تختاروش. الزمالك وحش، الزمالك مش كويس على صعيد الدوري صعيد الدوري ما نختارش زيزو. ما هو زيزو من ضمن تألقه ايه؟